مس 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 اوعى. حلو ده والله. العظيم هناخد الفكره دي بجديه. والله العظيم بكلمك اقسم بجد. بربي والله العظيم انا بقالي اسبوع فعلا بفكر افتح شركه ماركتنج. اسبوع واحد. انا هفتح شركه ماركتنج. ماشي يلا. ايه رايك في حب بعد التخرج؟ اقول لك على حاجه، لا. ما تتخرجش، اسقط. ليه؟ ليه؟ جيش ومسؤوليات وشغل. شغل كده كده هتشتغل، بس يعني حوارات كبيره احنا مش قدها. صح. يعني احنا ما بقناش كبار. فعلا. يعني ما تتخرجش. طب افرض اتخرجت غصب عني زيك كده. ما انا ما كنتش اعرف ان 62. انت قلت ان الحياه بعد التخرج مختلفه للشباب بالنسبه ايه؟ للبنات. حلو. ايه بقى رايك انت كشابه؟ دوري كشابه بصراحه يعني هو نفس الدوام بتاعت الشباب، بس الفكره ان الشباب عندهم ايه، عندهم حاجات تانية متطلبات اكبر او حاجات تانية لسه ما خلصوهاش. يعني مش نهايه رحلتهم الكليه او الجامعه، نهايه رحلتهم بتبقى لما بيخلصوا جيش وبيكونوا نفسهم عشان يلاقوا حياه او يستقروا. بالظبط. مش نهايه لا، وغير كده الشغل نفسه ما بيبقاش مستقر، فهم حرفيا بيسعوا طول الوقت. ربنا يعينهم والله، صعبانين عليا. الحمد لله انا ما عنديش شباب. بس الواحد يعني لازم يتخرج. لا مش لازم، عادي ادفع مصاريف الجامعه كل سنه وما تروحش عادي. مش هيقولوا لك يا سائر. مش مشكله، احسن ما بقى متبهدل في حياتي. طب ما انت هتتبهدل لما تتخرج. طب افرض افرض حصلت اتخرج يا سيدي انت هتبقى. ايوه انا جاي لك بس استنى، ما انا هجيبه، استني بس هنخش دلوقتي. طب انا اتخرجت. مبروك. انت بتهين المطبخ، مش اي بنت تخش المطبخ. لحظه بس والله ما انا بالراي. لحظه انا مش دعوه، انا ما دخلتش في الحوار ده، انا بريء والله. اللي اقصده ايه، فتره الكليه يشتغلوا فيها ولا الفكره ان هو تبقى بس للمذاكره؟ يعني هي حماد كان بيقول ايه، ان الفتره دي بالذات هي ضيعها، ان هو ما عرفش ان هو يستغلها، ما خدش كورسات وكده، وهي كانت ايه، كان فيها اسهل انك تاخد كورسات من انك تشتغل. ده جدال شائك. صح، ده جدال شائك فعلا. ده كده ايه، جدال شائك جدا. ليه؟ لانه بيعتمد على حسب الكليه بتاعتك عمليه. يعني مثلا اكيد مش هتجيب بنت او ولد في كليه طب مفحوط عمليات وبيروح يعمل سكاشن وبتاع. بص احنا مش بنتكلم طبعا عن كونه. بص هو كونه في كليه الطب دي معروف ان هي حاله خاصه كده. ليه؟ انت في كليه بتتعلم انك تشتغل اصلا، ما انت مش هتطلع تتعامل مع ناس. اغلب الكليات بقت كده دلوقتي، تتعامل مع عيانين. لا هي الكليات كده. شغلك انت في شغلك، انت حرفيا انت بتذاكر انت في شغلك. وهندسه نفس الكلام. الكليات التقيله عامه ما ينفعش ان انت تعمل جنبها حاجه الا لو الشخص ده اوريدي. يعني بصي هو انا اختلف معاكي في ده، عشان انت ممكن تعمل جنبها اي حاجه بسيطه، بس الفكره انك تكون بتتعامل مع ناس وبتعتمد على الشخص ايا يكن ايه، وبتعتمد على الشخص نفسه هيقدر يتحمل ولا لا. ما انا اقول لك ممكن انت هتعرف منين ان انت شخص؟ ما هو يجرب بس لو لقى ان هو الدنيا بهوقت منه بقى، بيجيب تقديرات مش حلوه ومش عارف يوفق ما بين الكليه وما بين اي حاجه تانية، بهوقت منك. الميدل الاسبوع الجاي. لا لو وسعت منك وما عرفتش ان انت توفق ما بين الكليه وما بين اي ستودنت اكتيفيتي او اي حاجه بتنزل تعمل فيها اي اكتيفيتي عامه، يبقى الاولويه الدراسه. نعمل ايه؟ والله انت اشتغل على نفسك قبل ما تتخرج كتير قوي، عشان ما تضيعش وقت بعد ما تتخرج. ما تعملش زي انا لسه عايز اخش في كورسات المفروض كنت خدتها اصلا من وانا في جامعه. بعد كده شفت ان انا ما عنديش وقت اخد الكورسات دي اصلا بعد الكليه. فاهم؟ فالدنيا لذيذه. يعني هي الفكره اصلا في الاساس ان ايه الوقت ده. لا ما اتفضل. ما عندوش وقت بيعمل البيت. ما يقعد يذاكر. ايه يا جدعان ما تذاكر. الحوار مش سهل زي وانت في الجامعه. الحوار بقى صعب شويه. يعني ايه؟ بص هو اللي عايز يعمل حاجه يعملها كده. لا هو احنا متفقين على ده. ماشي. بس برضه انت في الجامعه انت لسه عندك اوبشنز كتير. ماشي. وعندك وقت اكتر ان انت تقدر تتعلم حاجات جديده
ايوه هو اصلا اللي هو وقت معمول عشان انت ايه تبقى بتتعلم بس. فالفكره ان الوقت ده يبقى كده بس ما توقفش عند الجامعه. انا دلوقتي حاليا لسه مقدره شعور الشخص اللي بيطلع يتكلم في بودكاست او يطلع يتكلم في حاجه يقول لك انا عملت فلوس، مش عملت الفلوس اللي انا عملتها كانوا 200 جنيه لا فلوس ولا حاجه. بس هي لا كبدايه بس يعني تجيب فلوس من الحاجه دي بعد تعرفي تجيب فلوس تاني بالظبط. فهي بتشجع اصلا عندك حس الماركتنج، حس ان انت بتماركت لنفسك دي لوحدها كفايه التعامل مع الناس بالظبط، وبتستفيد كتير جدا. فطبعا لو قدامك فرصه ان انت تقدم في حاجه تساعدك على ان انت تعمل كارير كويس للشغل بعد كده، قدم، ما تقعدش. انت هتقعد ليه؟ طب حاجه اخيره، لو هترجعي تاني للكليه يعني دلوقتي انت متخرجه بقالك كام سنه؟ كام سنه؟ لسه سنه واحده. طب حلو جدا، يعني انت لسه امال ايه بقى بتكبري عليا وتقولي لي متخرجه فريش جرادويت؟ ايه ده؟ ايه طالب ايه؟ انا بقول انت ايه طالب من اول يوم انا خلاص في امتحانات، ايه طالب في ايه؟ ما تتكلمش معايا. لو هترجعي تاني بقى لفتره الكليه اللي انت كنت فيها كده، ايه اللي كنت هتعمليه؟ ان انا اكمل في كارير واحد، ما شتتش نفسي في اكتر من حاجه. يعني انا دخلت في كذا حاجه ليها علاقه بالجرافيك ديزاين، قعدت فيها فتره بتاع 2 بتعلم جرافيك وبطبق وبكسب منها يعني مصاريف النزول وان انا ودخلت بعدها كفول ستاك ديفلوبر بحاول اتعلم البرمجه وازاي اعمل ويب سايتس وكده. وقفت لحد تقريبا جافا سكريبت وسلمت نمر. خدت كذا اكتر من لغه ما استخدمتهمش. يعني انا ذاكرت بايثون، ذاكرت سي بلس بلس، ذاكرت سي شارب. تعالى اسالني عنهم دلوقتي انا ناسيه كل ده. بس ما استخدمتهمش، فده ضيع مني وقت. بس خلى عندي او يعني ممكن ابدا تاني برمجه. يعني هو حط عندي ثوابت البرمجه. بس انت كنت بتجربي يعني انا بجرب بالظبط. انا كنت بجرب، بس انا كنت نفسي اعمل لي كارير بحيث ان انا اطلع اشتغل على طول. انا فضلت طلعت قعدت ادور على انا هطلع ايه لما اكبر برضو لسه انا هطلع ايه لما اكبر. فعماله ادور طبعا على كارير او حاجه تقدر ان هي تثبتني فيها على طول او اثبت فيها على طول، ما توهش بعد كده. بس فلو هستقر على كارير بفكر استقر عليه من جامعه يبقى احسن. يعني حتى برضو ما فيش، بس انت مش بتقولي ان هو ما جربش. لا اجرب طبعا، بس ما تقعدش فيه كتير، ما تهبطش، ما تجربش حاجه وتنام عليها. النوم على الحاجه وحش سيء. انا اعرف ناس لحد دلوقتي هم متخرجين بقالهم 3-4 سنين ولسه مش عارفين الكارير اللي هم يشتغلوا فيه، لان هم اوريدي ما جربوش، وان هم كمان يعني شايفين ان خلاص وقتهم ضاع. انا مش مستعد ان انا اقعد اذاكر تاني. شايفين ما نوصلش اصلا للمرحله دي بالظبط. المذاكره كانت في جامعه خلاص انتهت. بس انا مش مقتنعه بمبدا زي ده. احنا لحد 60 سنه بيبقى دكتور ولسه بياخد كورساته وبيذاكر. ايوه فعادي. ماليش دعوه بقى بالناس المتخرجه دي، احنا لسه طلبه. ايه يا طالب. شرفتوني والله يا سلمى. الله يبارك فيك حماد حبيبي. يعني ما تجيش تاني. تايمر. لا يعني الفكره ان ده كله عشان شافه في المنام. امال لو كان شافه في الحقيقه بقى انا كده هطلع لكل العملاء بتوعنا في المنام. الحقيقه كان يوم طويل مليان شغل بس مفيش مذاكره، على الرغم ان الميد ترم قرب وكده، ولكن ده
موضوع اليوم مختلف بكره ان شاء الله. بالنسبه للكلام اللي اتكلمناه من شويه مع حماد وسلمى عن الكليه وحياه بعد التخرج والمفروض كنا نعمل ايه في الفتره اللي احنا فيها دي، فاتمنى تكونوا استفدتوا. انا الحقيقه محتاج ان انا اراجع الكلام ده مره تانية وكده وبس. يلا بكره ان شاء الله يوم مليان من الترم، اشوفك بكره ان شاء الله.